السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكل الأصدقاء. أقدم لكم مصر القديمة، تأليف جيمس بيكي، ترجمة نجيب محفوظ، الحائز على جائزة الدولة التقديرية وجائزة نوبل العالمية للآداب لعام 1988. الفصل الثاني، يوم في طيبة. لو أراد غريب أن يكون لنفسه فكرة صحيحة عن حالتنا الحاضرة والدرجة التي بلغها من الحضارة والرقي، فأول مكان يخطر له أن يقصده ليشاهده هو لندن، لأنها عاصمة المملكة ومدينتها العظمى. وعلى هذا القياس، لو أردنا أن نستقي أخبارا صحيحة عن الحياة المصرية القديمة وكيفية طرق المعيشة فيها وأحوال الناس ووسائل معيشتهم، ينبغي لنا أن نذهب إلى عاصمتها، ثم نمعن النظر فيما عساه أن يقع تحت بصرنا. وعلى ذلك افرض أننا لم نعد من سكان بريطانيا، وأننا لسنا من أبناء القرن العشرين، بل أننا رجعنا إلى الماضي البعيد، وأننا من أحياء سنة 1300 قبل الميلاد، أي قبل أيام المسيح وقبل عهد موسى أيضا. وصلنا من سور في سفينة فرعونية محملة بأنواع مختلفة من الملابس والأقمشة وأوعية من برونز ونحاس، على أمل بيعها في أسواق طيبة، أعظم مدينة في مصر. لقد رست السفينة على شاطئ البحر على مقربة من مصب النيل، بعد أن كنا هالكين لا محالة في عاصفة هائلة لم ننج منها إلا بعد جهد جهيد. وكان معنا على السفينة دليل مصري، وقد وقف على منحنى السفينة يصيح بأعلى صوته ليعين الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه السفينة. وكان مدير المجدفين الكبيرين الملصقين بجانبي السفينة عند مؤخرها، كان مدير المجدفين يوجهان السفينة تبعا لتعاليمه. وكانت الريح الشمالية تهب بقوة وعنف وتدفع السفينة بقوة حتى صارت بسرعة، رغما من أمواج النيل الثقيلة التي تسير في اتجاه مضاد لنا تبعا لانحدار النهر صوب البحر. ولذلك فقد ترك العمال المجاديف بعد أن انتهكت قواهم، وسرنا جهة الجنوب بعد أن أطلقنا الشراع في الهواء. وكنا نرى على جانبي النيل أراضي واسعة، بعضها سهل لين تنمو به نباتات مختلفة، والبعض تكتنفه المستنقعات التي تنمو على حافتها نباتات شيطانية. وكلما تقدمت بنا السفينة صوب الجنوب، كانت السهول الذراعية تضيق شيئا فشيئا،
وكنا قد شارفنا على مؤخر الدلتا، بل أخذنا نسير في وادي النيل، وقد مررنا على مدينة عظيمة تناطح معابدها العالية السماء الزرقاء، وعلى ساريات المعابد تتموج الرايات، والمسلات منتشرة هنا وهناك. وقد أخبرنا دليلنا بأن هذه المدينة تسمى ممفيس، وهي من أقدم مدن مصر، وكانت عاصمتها يوما من الأيام. وعلى مقربة من ممفيس شاهدنا الأهرامات الثلاثة تظهر كأنها جبال عالية. وقد علمنا من دليلنا بأن هذه الكتل الحجرية التي لا مثيل لها في الضخامة والعظمة هي مقابر الملوك الأقدمين، وأن ما يحيط بها من أهرامات أصغر حجما وأقل خطرا هي مقابر بعض أمراء وعظماء الدولة. ولما لم تكن ممفيس هي الغرض من رحلتنا، فقد واصلنا السير صوب الجنوب، وانقضت عدة أيام والسفينة تمخر بنا عباب الماء دون انقطاع. وقد مررنا بمدن كثيرة، وقد استوقف نظرنا من بينها مدينة متهدمة خربة لم نرى من آثارها إلا أكوام الحجارة والتراب. ولقد قال لنا الدليل أن تلك الخرائب كانت مدينة من أجمل مدن القطر، بل وكانت عاصمة لأحد الملوك، غير أنه آمن بآلهة جديدة وحاول أن ينشر ديانته الحديثة، فعمد إلى الآلهة القديمة وهدمها وخرب معابدها ليمحو آثارها ويبعد عن الأذهان اسمها. وأخيرا بعد سفر طويل لاحت لنا عن بعد أبنية عظيمة على شاطئ النيل، ثم تبين لنا أنها مدينة عظيمة لم نر لها نظيرا فيما رأيناه من مدن الأرض. ولما اقتربت السفينة من المدينة ميزنا أمامنا مدينتين في الواقع. فعلى الشاطئ الشرقي للنيل تقوم مدينة الأحياء بأسوارها المرتفعة وأبراجها العالية ومعابدها العظيمة وصفوف منازلها التي لا يرى لها أول ولا آخر، التي لا يرى لها أول ولا آخر، من قصور النبلاء إلى أكواخ الفقراء. أما على الشاطئ الغربي فتقع مدينة الأموات، ولم يكن بها قصور ولا شوارع، وكان السكون يخيم عليها والهدوء يشملها، ولا يستطيع الناظر إليها إلا أن يشعر بالخشوع والحزن والكآبة. ولقد رأينا فيها تلالا ممتدة بين فتحات كثيرة متراصة تظهر كخلايا النحل. هذه هي قبور طيبة، حيث يرقد أمواتها من سنين لا عداد لها. وفي المكان الفسيح الممتد
ما بين النيل والتلال الغربية توجد هياكل متتابعة يخيل للناظر يخيل للناظر أن ليس لها حصر. وبعد هذه الهياكل متين الجدران، سليم البنيان، عظيم الحجم، والبعض الآخر واهي الأساس متهدم الجدران، لم يبق منه إلا أثر ضئيل. وكانت إذا سقطت أشعة الشمس عليها انعكست مرسلة في الجو أسلاكا من ذهب وقرمزا تبهر العين. أخذت السفينة تقترب من الشاطئ لترسو هنالك، وبذلك تكون قد انتهت رحلتنا. ولقد أتى نحونا في الحال ضباط الجمرك المصري في قوارب ليفتشوا أمتعتنا وليجمعوا منا ما يجب دفعه عليها. ولقد جلسنا نراقبهم بسرور وبفرحة، لأن مظهرهم كان غريبا عنا كل الغرابة، فهم يختلفون عن ملاحين ذوى اللحى المرسلة والمعاطف ذات الألوان الكثيرة. إذ يحلق المصريين لحاهم وشعورهم، وبعضهم يضع على رأسه شعرا مستعارا ويطلقونه مسترسلا حتى الأعناق. ولا ريب أنهم يتكبدون تعبا جما في تنسيقه وتمشيطه، وسواهم يرتدون ملابس من الكتان قصيرة أشبه برداء الجند السكسونيين. أما رئيس الضباط فيرتدي معطفا أبيض جميلا فوق ردائه السكسوني، وحول وسطه منطقة ذهبية لها أهداب طويلة تكاد تلامس ركبتيه، وفي يده اليمنى عصا طويلة لا يتأخر عن إلهاب ظهر أحد أتباعه بها إذا قصر في تأدية واجباته. وبعد مناقشة بيننا وبينه أعطانا المبلغ المطلوب، أعطيناه نحن المبلغ المطلوب، وصرنا بذلك أحرارا في أن نتوجه إلى أي ناحية من أنحاء المدينة. ولم نتعمق داخل المدينة مسافة قصيرة حتى تجلى لنا ما كانت عليه من العظمة، ومما وصل إلى آذاننا علمنا أنها في حركة دائمة تدل على الحياة والنشاط. ولكن سمعنا ضوضاء داوية، هذه الضوضاء آتية من الشارع الضيق الذي يسير النيل، ورأينا بعد برهة جماعة من العمال تصخب وتصرخ وتتدافع بعنف في شكل مظاهرة، ويتقدمهم شخص ظهر لنا من حالته التي كان يرثى لها أنه
يجري فارا من العمال، وأنه يخشى على نفسه منهم أن يصيبوه بسوء. وكان العمال في حالة ذرية عرايا الأجسام، إلا مما يستر عورتهم. وظاهر أن الجوع عضهم، فثاروا وأضربوا عن عملهم، ولم يجدوا أمامهم من يصبون عليه جام غضبهم إلا هذا الرجل العجوز الذي يجري أمامهم محاولا النجاة بحياته. واتجه الرجل العجوز نحو قصر جميل تحيط به حديقة غناء ذات أسوار ضخمة. ولما يأس العمال من اللحاق به رموه بالحجارة، فأصابه بعدها وتفجرت الدماء من عدة أجزاء من جسمه. ولكنه رغما عن ذلك جرى بقوة نحو باب القصر، وهمس في أذن البواب بضع كلمات، ثم دخل إلى الحديقة، ثم أغلق الباب في وجه المطاردين الذين اضطروا للوقوف. وقد أخذ الغضب منهم كل مأخذ، وأخذوا يهزون قبضاتهم في الهواء مهددين مزمجرين. وبعد فوات مدة قصيرة فتح الباب، وخرج منه رجل جميل الطلعة بادي النعمة والجاه، يتبعه 6 من العبيد مدججين بالسلاح. هذا الرجل هو الأمير باسر الذي يهيمن على مصلحة العمل في حكومة طيبة. أما العمال فكانوا بنائين يقومون بعمل فوض إليهم في مقبرة طيبة. سأل الأمير العمال عما جعلهم يحدثون هذا الشغب ويطاردون سكرتيرو، وقد رد كل واحد منهم بما شاء على هذا السؤال، فحدثت ضجة عظيمة ولم يفهم الأمير كلمة واحدة، فأنابوا عنهم واحدا يتكلم بلسانهم. وقد ابتدأ الرجل الكلام في تلعثم واضطراب، ولكن لم يلبث أن زال عنه ما ألجم لسانه من الخوف، وبلغ الأمير الشكوى. قال أنه وزملاؤه يشغلون منذ أسابيع قال أنه وزملائه يشتغلون منذ أسابيع ولم يأخذوا أجرا مقابل أتعابهم، حتى القمح والزيت اللذان هما حق لكل عامل من عمال الحكومة لم يأخذوه. وعليه فقد قصدوا سيدهم يضرعون إليه أن يصرف لهم جرياتهم، فإن كانت المخازن خاوية فليرفع شكواهم لفرعون. إننا مسوقون إلى هنا بدافع الجوع والظمأ، ولا نملك ملابس ولا زيتا ولا طعاما، فاكتب لفرعون يرسل لنا ما تقوم به حياتنا. ولما أتم الرجل كلامه وافق الجميع على أقواله، وتماوجوا هنا وهنالك في حالة وعيد وتهديد. وهنا وعدهم الأمير بأنه سوف يرسل إليهم 50 كيسا من القمح في مكان عملهم، وطلب منهم أن يؤوبوا من حيث آتوا، وأن يستأنفوا عملهم ويكفوا عن مطاردة سكرتيرو، وإلا فهو لا يستطيع أن يصنع لهم شيئا. وترددوا مدة لأنهم
منه قبل ذلك بالوعود التي لم يوفي واحد منها، ولكن لما كانوا ينقصهم زعيم ماهر ليقود العصيان، ولما لم يكن معهم سلاح يدافعون به عن أنفسهم، وقد كانت رماح العبيد تظهر مخيفة في أيديهم، فقد آبوا من حيث آتوا متذمرين ساخطين. أما الأمير فقد دخل القصر وهو يهز كتفيه. وأما إرسال الأكياس أو عدم إرسالها فهذا شيء آخر، فالإضراب هنا كما نرى لم يكن مجهولا في تلك الأيام. الفصل الثالث، يوم في طيبة. بعد أن مر أمامنا منظر إضراب العمال وعودتهم إلى عملهم ثانيا، وصلنا سيرنا إلى قلب المدينة، وقد لاحظنا أن شوارعها ضيقة وتتقابل المنازل من فوق الرؤوس هنا وهناك، فكان يحدث أننا نسير تحت منازل متصلة كمن يسير في سرداب مظلم، وبعض المنازل عظيم الاتساع شاهق الارتفاع، ولكن مظاهرها الخارجية على العموم غير جميلة. فقد يكون داخل المنزل جميلا فاخرا تكتنفه الحدائق الغناء الحافلة بجميع أنواع الأزهار والأشجار، وفي وسطه بركة بديعة وغرفة مؤسسة بأفخر الرياش مزينة بأجمل الستائر، ولكن أسواره الخارجية سوداء ولها باب ضخم عظيم. ثم مررنا بأحياء مكدسة بالأكواخ الحقيرة مزدحمة بالمارين، حتى أنه صعب على المار أن يشق لنفسه طريقا. هذه هي أحياء العمال، ولا تذهب في أي جهة منها إلا وتشعر بالحرارة المرتفعة وتشم الروائح الكريهة التي لا تطاق. وكم عجبت كيف يستطيع إنسان أن يعيش في أمثال هذه الأماكن. وبعد أن قطعنا شوطا كبيرا انتهى بنا المسير إلى ميدان فسيح، وهو سوق من أسواق المدينة، والعمل هنالك في حركة دائبة، والحوانيت عبارة عن خيم أو مظلات متوسطة الارتفاع ومفتوحة من الجهة الأمامية، وترى البضائع موضوعة في الداخل والخارج، بينما يجلس صاحب الحانوت القرفصاء متأهبا للبيع والحساب، ويلفت إليه الأنظار بصوته العالي وهو يشيد بجودة بضاعته ورخص ثمنها. وكان الناس وهم من جميع الطبقات والأجناس يذهبون ويجيئون دون أن ينقطع لهم طيار، فإن أمثال هذه الأسواق كانت تجذب إليها الناس من جميع أنحاء القطر وأطراف العالم القديم. فأهل المدينة يأتون ليشتروا حوائج منزلية وليتبادلوا الأخبار المختلفة، والفلاحون يتبادلون ما يحملونه من قطعان الحقول ومحصولاتها بالبضائع التي لا توجد إلا في المدن. ويجيء كثير من السيدات النبيلات يتبعهن الخدم لينتقوا من بين المعروضات ما يروقهن من الجلاليب المزخرفة والصنادل الجميلة.
وكنا نرى غير ذلك كثير من الغرباء. وقد رأينا حيثيا من قادش وحوله مظهر خاص به يميزه عما سواه. هذا الرجل يضع على رأسه غطاء عالي القمة، وبشرته صفراء، وحذاؤه ثقيل، ويسير ملتفتا حواليه، وعيناه تبرقان بحب الاستطلاع والجشع، كأنه يعتقد أن طيبة خير مدينة للنهب والسلب. وشاهدنا كاهنا من الطبقة العليا يسير برأسه المحلوق لافا حول كتفيه جلد نمر، ممسكا بيده درجا من درجات من البرد. ويتبعه سرديني يسير متغطرسا، وقد انعكست أشعة الشمس على قرني خوذته، وتمايل السوف المعلق بجانبه. وليبي من رماة القوس يتبعه بقوسه ويلفت الأنظار إليه بريشتيه المعلقتين في غطاء رأسه. وكان الجميع منهمكين في البيع والشراء وفي المبادلة، والنقود التي نستعملها الآن كانت مجهولة في تلك الأيام، ولهذا كانت المبادلة أساس المعاملة التجارية. وكثيرا ما كانت المناقشة تحتد والأصوات تعلو إذا ما اختلف على عدد من السمكات مثلا التي يصح أن تبادل بفراش، أو على عدد أكياس البصل التي تقدم في مقابل مقعد فخم، وهكذا. ولما كان المصري بطبعه ميالا للمساومة ماهرا فيها، فقد كانت ضوضاء الكلام لا تنخفض أبدا. وكثيرا ما كان يخرج بعض التجار عن العادة المتبعة في المبادلة، فيبادلون بالخواتم النحاسية والفضية والذهبية بدلا من البضائع. فإذا أراد فلاح أن يبيع ثورا يقدم له التجار نظيره 90 خاتما نحاسيا، ولكن الفلاح يشكو قلة الثمن ويصرح بأنه مثل هذه المبادلة تعد سرقة. وبعد مشاهدة طويلة يرفع التاجر عدد الخواتم إلى 11 فوق 100، فيتم الاتفاق بذلك. ولكي يتحقق الفلاح بأنه لم يخدع، يعمد لوزن الخواتم ويأتي بميزان كبير، ويضع الخواتم في كفة، ويضع في الكفة الأخرى أثقالا على شكل رؤوس الثيران، ولا يهدأ ثائره إلا إذا انخفضت كفة الخواتم. ولكن رغم حذره وشدة احتراسه فإنه لا يجمع الخواتم في كيسها، ويسير في حال سبيله حتى يكون التاجر قد استرجع كثيرا من الخواتم إلى محلها الأول. وبعد ذلك ضربنا خيمتنا وعرضنا فيها ما حملنا من نفائس البضائع، وكانت أقمشة ذات ألوان زاهية. وكان جارنا صائغا وهو دائما منهمك في عمله، قابض على منفاخه وأمامه فرنه الصغير، وكان يلحم سوارا لامرأة تنتظره بصبر وأناة. وفي إحدى نواحي السوق يقع منزل كبير ولم تكن به بضائع ولا معروضات، وكان الناس يدخلونه
زرافات. وكان كثير من العمال يدخلونه ثم يغيبون برهة ويخرجون وهم يمسحون أفواههم ويترنحون في ضعف وانحلال. وقد رأيت شابا يترنح يتجه نحو باب المنزل، وكان بجانبه رجلان، فلما رآه أحدهما قال لزميله: إن بنتوير ذاهب مرة أخرى ليمضي يوما في سرور، سوف تكون نهاية هذا الشاب نهاية سيئة. وخرج بعد وقت قصير بنتوير وكانت قدماه لا تستطيعان حمله، وبعد أن تميل ذات الشمال وذات اليسار سقط على الأرض لا حراك به كمن فقد الحياة، وترك على هذه الحالة المخزية، والمرة يضحكون منه دون أن يكترثوا لشأنه. وحدث أن مر به رجل وابنه، ولما تأمله قال لابنه: انظر إلى هذا الشاب يا بني، واتعظ بمصيره، وعاهد نفسك ألا تشرب خمرا، فإنها تتلف صحتك وتلوث نفسك بالأوحال، فإن سرعت أو مت يسخر منك الناس ولا يمد لك أحد يد العون، حتى رفقائك فإنهم يتركونك ويذهبون ليشربوا، ولا ترى نفسك إلا راقدا في الطين وغائبا عن الوجود. ولكن أمثال هذه النصائح كانت تذهب هباء، لأن المصري ميال بطبعه لقضاء اليوم الطيب، كما كان يدعو اليوم الذي يمضيه في الحان. عندما يمضي المصري القديم اليوم الطيب في الحان، حتى السيدات الجميلات كنا يشرب، يعني كان المصري القديم يشرب الخمر، وكانت السيدات الجميلات كنا أيضا يشربن، حتى يتعذر عليهن المشي، ويرفعن وهن في حالة إعياء إلى منازلهن. كان يرفعون إلى منازلهن وهم هن في حالة إعياء. مضينا في سيرنا ببطء وتمهل حتى قربنا من الحي المقدس في المدينة، حيث لاحت لأنظارنا المعابد العالية والمسلات العظيمة من فوق أسطح المنازل. وقد رأينا عن بعد جماعات من الناس مقبلة نحونا في مظاهرة كبيرة، وسمعنا أصوات الطبول والناي. وقد سألنا بعض المرين مستفسرين عن هذا الموكب، أخبرونا بأنه احتفال ديني، وأن هذه الجماعة تحمل صورة صغيرة للرب آمون إله طيبة العظيم، وأنهم يتأهبون لحفلة دينية كبرى سوف يكون على رأسها فرعون بنفسه. ووقفنا ملتصقين بأحد أبواب المنازل من شدة الزحام، وراقبنا الاحتفال وهو يمر أمامنا. فمر الموسيقيون والمغنيون، وأخذت النساء يرقصن ويحركن في أيديهن قطعا من المعدن يحركن في أيديهن قطعا من المعدن. وشاهدنا في وسط الجماعات 6 من الرجال كانوا مركز المظاهرة الدينية، وإليهم كانت تتجه الأنظار. كانوا طوالا نحافا حادي النظرات محلوقي الرأس ملفوفي الأجسام في أثواب بيضاء من الكتان المصري الجميل، وكانوا يحملون على أكتافهم بواسطة قضبان
نموذجا لقارب نيلي مقام في وسطه تمثال صغير، وكان هذا التمثال مغطى بستر لم يظهر منه شيء، كأنهم أرادوا أن يخفوا الإله عن عيون المتطفلين. وكان أمام الباب الذي كنا مستندين عليه عمود خشبي مثبت في وسط الشارع، فلما وصل الرجال إلى هذه البقعة وضعوا القارب الصغير على قمته، وكان مع اثنين منهما بخور فحرقاه، وتصاعد دخان البخور حول القارب والتمثال. ثم رفع كاهن صوته وعدد مناقب الرب العظيم الذي خلق كل شيء وصان كل شيء. وعلى إثر ذلك تقدم بعض الواقفين وقدموا للرب أزهارا أو فواكه ومأكولات أخرى. بعد ذلك أتت الدقيقة الرهيبة، وتقدم كاهن من التمثال وأزاح الستر الذي يخفيه في وسط سكون مخيم كتمت فيه الأنفاس، ورأينا أمامنا صورة خشبية لا يزيد ارتفاعها عن 18 بوصة، مزينة بالأوسمة وملونة بالأخضر والأسود. وقد كان لظهور الصورة من التأثير على الطيبين، وهي أقدس شيء في العالم في نظرهم، مما جعل ألسنتهم تلهج بآيات الإعجاب والعبادة. أسدل الستر بعد ذلك على تمثال. هذا التمثال أسدل عليه الستر، وواصل الموكب سيره، واتبعته الجموع الغفيرة، فعادت الشوارع إلى ما كانت عليه من السكينة والهدوء. وكان علينا إذا أردنا مشاهدة فرعون في أثناء مروره إلى معبد آمون أن نسرع بتناول الغداء، وعلى ذلك رجعنا إلى شاطئ النيل مخترقين الشوارع المضللة التي قطعنا في سيرها الأول. رجعنا إلى شاطئ النيل مخترقين الشوارع المضللة التي قطعناها في سيرنا الأول، وذهبنا توا إلى سفينتنا لكي نتناول طعام الغداء. أعزائي المستمعين، كان هذا هو الفصل الثاني والثالث من كتاب مصر القديمة، تأليف جيمس بيكي، ترجمة الأستاذ الكبير نجيب محفوظ. في القريب العاجل سأقدم لحضراتكم الفصل الرابع من هذا الكتاب الشيق. تابعوا حضراتكم هذه الفصول الرائعة من هذا الكتاب العظيم. الفصل الرابع بعنوان فرعون في القصر. فرعون في القصر. شكرا لكم، إلى اللقاء قريبا في الفصل الرابع. كان مع حضراتكم أخوكم محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله.